السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. النهارده هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية سهلة جدا. كيكة اقتصادية بدون لبن وبدون بيض وبدون شوكولاتة، حاجة بسيطة واقتصادية وحاجاتها متواجدة في كل بيت. مش هنخسر نفسنا لبن ولا سمنة ولا شوكولاتة ولا أي حاجة. وهنعمل كيكة شوكولاتة سهلة وبسيطة واقتصادية. أول حاجة في المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده، معانا كوباية من المية السخنة. المية دي دافية جدا دافية، بس مش بتغلي قوي. يعني ايه؟ لسه موقفه السخونه بتاعتها من 10 دقايق مثلا. بعد ما غلت ب10 دقايق. تمام. ومعانا هنا كوبايه من السكر الابيض، الحبيبات عادي. ومعانا هنا كوبايه الا ربع من الزيت، ويا ريت يكون زيت نظيف، واللي متواجد عندك اشتغلي بيه، احنا بنعملها وصفه اقتصاديه سهله. يعني حاجه الموجود هنشتغل. ومعانا هنا كمان 2 من الكوبايه من الدقيق الابيض. تمام. ومعانا هنا 3 معالق من الكاكاو الخام، غير محلى طبعا، خام. ومعانا هنا فانيليا هنحتاجها. وطبعا ذرة ملح صغيرة كده، ربع معلقة من الملح. ومعانا كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض. وكمان هناخد معلقة كبيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر اللي متواجد عندك واللي انت بتستخدميه وبينجح معاكي. أنا بحب كيك شيف أكتر، وكل واحد وإيه وطبيعته وحريته في اللي بيحتاجه. أول حاجة هنبدأ بيها، هنشتغل على طول في وصفتنا البسيطة دي. هنيجي هنا هنجيب بولة وهننزل بالسكر. المية دافية يا جماعة، يعني يا دوب نستحملها، بس مش سخنة لدرجة اللي هي تلسعنا. تمام. تمام. ننزل المية على السكر، ونضيف كمان الكاكاو. نديها تقليبة لحد ما ندوبهم مع بعض كده. خلاص بعد ما فككنا خالص الكاكاو جواها. اهم حاجة نتأكد ان السكر داب كويس. انا بضرب اكتر عشان السكر يدوب. طبعا المية السخنة هتساعدني بقى السكر يدوب معايا بسهولة برضو. والكاكاو زي ما انتوا شايفينه كده خلاص داب خالص. هننزل بعدها بالزيت، كوباية الا ربع من الزيت. طبعا كل ما كان الزيت بتاعك نوع نضيف هيكون النتيجة افضل. تمام. ونديله تقليبة كده. وكمان هنحط معلقة او شوية من الفانيليا السائلة او الفانيليا البودر لو عندك، اللي موجود اشتغل بيه. هنيجي هنا هنحط دي على جنب دقيقة. وهنيجي هنا نحط المواد الجافة، هنحط عليها ذرة الملح. وهنحط كيك شيف معلقة كبيرة. هو الكيس يا دوبه بيبقى ايه معلقة يعني وربع. هنحطها برضو، لان طبعا ما تنسوش ان احنا ما عملناش بيض مادة رافعة، فهو بالنسبة لنا هيبقى الاساسي. وكمان هنحط هنا في الخليط السائل معلقة الايه الخل بتاعتنا، شايفين بالظبط كده. ونبدأ بقى نضرب الخليط بتاعنا كله. نيجي ندي دي تقليبة الخليط الابيض او الجاف، المواد الجافة كده نخلطها مع بعضيها. ونيجي هنا على الخليط ده نديله تقليبة للخل. وبعد كده هنجيب المنخل بتاعنا كده ونديله زي ما انتوا شايفين نخلة صغيرة كده. طبعا الدقيق بتاعنا نضيف وكل حاجة، بس النخلة دي بتريحنا نفسيا، وكمان بتدخل الهواء جوه الكيك فيكون هش وجميل. بس كده. نبدأ بقى نخلط الدقيق بتاعنا مع باقي محتويات الكيك. عفوا.
زي ما انتوا شايفين خليط جميل جدا، كيكة شوكولاتة تحفة ببلاش كده، يعني حاجة بسيطة نفرح بها ولادنا. طبعا لو عندك اي جناش يعني تدلعيها بيه لما تخرج من الفرن. شايفين الجمال والقوام؟ ده قوام كيك بدون اي بيض او لبن او شوكولاتة، حاجة كده بسيطة وسهلة واقتصادية، وتنفع في الظروف اللي احنا فيها دي ان شاء الله. يعني هتعجبكم جدا، يا ريت تجربوها. يعني اكيد مش عشان غلا البيض والحاجة دي مش هنشتغل بالموجود عندنا والدنيا هتبقى زي الفل. شايفين؟ طبعا هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. بعد 25 دقيقة كده هنختبرها نشوفها، ندخل خلة سنان فيها كده نشوفها استوت او لسه. هنجيب هنا الصينية المتبطنة دي، انا مبطناها بدقيق وسمنة، لا وزيت وزيت، دقيق وزيت وكاكاو، وهنزل بالخليط بتاعنا الجميل ده. شايفين القوام الجميل؟ الله اكبر عليه، يعني تحفة. شايفين؟ بجد تحفة تحفة تحفة، وتنفع كمان الصيامي لاخواتنا الاقباط. ده كده زي ما انتوا شايفينها. طبعا مش هنسيب حاجة اكيد في البولة، حرام، الدنيا غالية وربنا هيحاسبنا. حلاوة الاسباتولا انها بتلم كل حاجة. تمام. ونديها خبطتين كده وندخلها فرن بقى على درجة حرارة 180 لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع، على حسب درجة على حسب ما هي تستوي. تمام. هنختبرها بخلة ونشوف النتيجة ان شاء الله. وده الشكل النهائي للكيكة بتاعتنا الاقتصادية اللي جربناها وشفناها، سهلة وبسيطة، وكمان اختبرناها بخلة سنان، طلعت زي الفل. خلاص كده استوت، هي هبطت شوية من النص بس هي قوامها جميل وهشة وجميلة وبدون بيض بدون اي حاجة. زي ما انتوا شايفينها كده لسه سخنة، فمش هقدر استخدمها اكتر من كده، هسيبها شوية وهجرنشها وهتبقى جميلة جدا. دلوقتي بقى هنعمل جناش الشوكولاته بتاعتنا الاقتصاديه بحاجات بسيطه جدا. اول حاجه معانا في مقاديرها البسيطه معلقه كبيره من الكاكاو الخام، ومعلقه كبيره من الدقيق او النشا زي ما تحبي، وكمان معانا هنا 3 معالق من السكر الحبيبات العادي، ونص كوبايه من الميه. كلهم هنخلطهم على بعض كده في كسرولة او بول او اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده هنجيب حله صغيره او كسرولة نحط فيها نص كوبايه الميه، وكمان الدقيق ده معلقه كبيره من الدقيق. انا استخدمت دقيق، ممكن تستخدمي نشا لو حابه، هما الاتنين هيدوا نفس النتيجه. وكمان 3 معالق من السكر لان الكاكاو بتاعي مش محلى، كاكاو خام. معلقه كبيره من الكاكاو الخام. انت لو حطيتي كاكاو محلى خلاص ما تحطيش سكر خالص، او على حسب التذوق بتاعك، يعني ممكن تدقيه وتشوفي ان كان هيحتاج ولا لا. هنعمله كده الاول على البارد خالص، وبعد كده هنرفعه على النار. وده القوام بتاع الصوص بتاعنا جميل ازاي. هننزل عليه بقى بالزيت بعد ما خلاص رفعناها النار وفضيته في البوله الصغيره دي، ومع التقليب على طول وهي دافيه، يكون بهدى بس شويه صغيره. ما ننزلوش على الكيكايه غير لما يكون برد خالص تماما. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هدهن بيها وش الكيكه، وبقت جميله جدا، حاجه اقتصاديه وبسيطه وما كلفتنيش كتير. ما حطيتش فيها بيض ولا لبن ولا حاجه غير حاجات بسيطه موجوده في البيت. كوبايتين دقيق بس، كوبايه من السكر، حاجات بسيطه. ان شاء الله تجربوها وتدعوا لي. لو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.